قال رحمه الله: باب فضل من دخل بيته بسلام. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا أبو حفص عثمان بن أبي العاتكة قال حدثني سليمان بن حبيب المحاربي أنه سمع أبا أمامة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث كلهم ضامن على الله، إن عاش كفي وإن مات دخل الجنة. من دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. ثم قال رحمه الله تعالى: باب فضل من دخل بيته بسلام. فضل من دخل بيته بسلام، أي دخل بيته مسلما على أهله، وبيان أن إلقاء السلام عند دخول البيت بركة على الإنسان وعلى أهل بيته، وضمان له بالتوفيق والتيسير والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. فهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان فضيلة الدخول للبيوت بالسلام، بحيث أول ما يدخل البيت يلقي السلام تحية من عند الله مباركة طيبة عليه وعلى أهل بيته. فالترجمة معقودة لبيان فضيلة السلام عند دخول البيوت. وأورد حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله. ثلاثة كلهم ضامن على الله. ومعنى ضامن على الله أي صاحب ضمان، له ضمان أي صاحب ضمان له من الله تبارك وتعالى، منة من الله عليه بأن يحفظه، بأن يسدده، بأن يوفقه، فله ضمان من الله عز وجل إذا فعل الخصال التي تذكر في هذا الحديث. ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش كفي وإن مات دخل الجنة، أي أن هذا مضمون له. ضمان على الله أي أن هذا مضمون له. إن عاش كفي، كفاه الله ما أهمه. إن عاش كفي وإن مات دخل الجنة. وهذا يدلنا على عظم شأن هذه الخصال الثلاث المذكورة في الحديث. الأولى منها قال: من دخل بيته بسلام. من دخل بيته بسلام أي دخل بيته ملقيا السلام على أهل البيت. من دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل. وعرفنا معنى ضامن أي صاحب ضمان، له ضمان، منة من الله عليه بالتوفيق والتسديد والتيسير والحفظ والوقاية والكفاية ودخول الجنة. له ضمان من الله سبحانه وتعالى بذلك إذا دخل بيته بسلام. وهذا يا إخوان يدل على أهمية عناية المسلم بإلقاء السلام في كل مرة يدخل بيته، بمعنى أن يكون أولى اهتماماتك عند دخول البيت إلقاء السلام، وتحاول أن لا يفوتك ولا مرة حتى تفوز بهذا الضمان العظيم. ولغة الضمان تحكي عند الناس، لغة الضمان تحكي عند الناس ولها وقع في القلوب، لكن وقعها عند كثير من الناس أكبر في أمور الدنيا. ولهذا إذا جاء يشتري بضاعة يقول: عليها ضمان ولا ما عليها ضمان؟ إذا كان عليها ضمان من تاجر لا يدري عن مصداقية كلامه أو عدم مصداقية كلامه، يقبل على البضاعة ويرتاح لها. فلغة الضمان لها وقع في النفوس وفي أمور الدنيا، لكن هنا ضمان شأنه آخر ومقام رفيع، ضمان من الله سبحانه وتعالى بأن تكفى ما أهمك في دنياك وتدخل الجنة يوم القيامة. والضامن رب العالمين سبحانه وتعالى. والشيء المضمون لك ما هو؟ دخول الجنة يوم القيامة والكفاية في الدنيا، والكفاية في الدنيا، والأعمال التي
تنال بها هذا الضمان أعمال يسيرة جدا. نظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. فهذه 6 خصال يسيرة على من يسرها الله تبارك وتعالى عليه، ومن اعتنى بها وحافظ عليها ضمن له النبي عليه الصلاة والسلام دخول الجنة. الضامن هنا رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، والمضمون هو دخول الجنة. وأمور الضمان أو الأمور التي ينال بها الضمان 6 أمور من أيسر ما يكون على من يسرها الله تبارك وتعالى عليه. قال: ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله. وهذا فيه فضيلة الخروج المساجد والمحافظة على الصلوات في المساجد حيث ينادى بهن. فهذه المواظبة على الصلاة ضمان لهذا المواظب من الله تبارك وتعالى أن يكفيه ما أهمه في دنياه، وأن يدخله يوم القيامة الجنة. فهذا فيه فضيلة المحافظة على المساجد والمواظبة على إتيان المساجد لإقام الصلوات الخمس. ومن 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ماذا؟ رجل قلبه معلق بالمساجد. رجل قلبه معلق بالمساجد. فالشاهد أن هذا فيه فضيلة المساجد والخطى إليها والمحافظة على أداء الصلوات فيها بأوقاتها، وأن من كان كذلك فهو ضامن على الله أن يكفيه ما أهمه في دنياه، وأن يدخله يوم القيامة الجنة. والخصلة الثالثة قال: ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. وهذا أيضا فيه فضل الخروج في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله عز وجل ونصرة دينه سبحانه وتعالى. نعم.